زي ما عرفت من أول الحلقة، فآريا دير هيلي راخه أو انتقام الجحيم واحدة من أعظم الآريات اللي لحنها موتسارت وأصعبها كمان، وده لأسباب كتير منهم معناها. فالجزء ده من الأوبرا بيكشف عن الطبيعة الحقيقية لملكة الليل اللي بتبدأ الآريا بجملة انتقام الجحيم يغلي في قلبي. أما على مستوى الموسيقى والأداء فنقدر نقول إنها تجسيد موسيقي كامل للغضب والجنون والرغبة في الانتقام اللي جوه ملكة الليل. فأول ما اللحن بيبدأ بتحس بصوت الفيولينا اللي بيدي إحساس بالاضطراب والتوتر، وبعدها صوت ملكة الليل بيبدأ قوي وعالي مليان شراسة وعصبية. واللي بيميز المقطوعة دي إنها مليانة كولوراتورا جنونية، واللي ما يعرفش فالكولوراتورا عبارة عن نغمات سريعة جدا ومعقدة بتتنقل فيها المغنية بين طبقات صوتية عالية ومنخفضة بسرعة مبهرة، كأنها زخارف صوتية بتظهر قوة الصوت ومرونته. وفي المقطوعة دي بتوصل المغنية لدرجة F6 أو كونترفا، ودي من أعلى النوتات اللي ممكن صوت بشري يوصلها في الأوبرا. موتسارت كتب المقطوعة دي عشان يكشف قوة وعنف ملكة الليل وإزاي غضبها ممكن يدمر أي حاجة، وعشان كده كل نوتة وكل قفزة في اللحن بتعبر عن حالة الجنون والرغبة في التدمير. على فكرة أنا ليا تجربة شخصية مع الآريا دي تحديداً في مشروع مزار المصري اللي شاركت فيه، وكان جزء مهم من مسيرتي.